السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب تانية ثانوي، النهارده إن شاء الله مع بعض في الأسبوع الثالث حل الأداة المنزلية والتقييم الأسبوعي. دلوقتي يا شباب معانا أول سؤال بيقول لي هنا اختر الإجابة الصحيحة. الصيغة الأولية للمركب الناتج من اتحاد عنصرين. طبعا هنا يا شباب بيطلب مني في السؤال حساب الصيغة الأولية مش الصيغة الجزيئية. المركب الناتج من اتحاد عنصرين X و Z، كتلة كل منهما على التوالي. أنا عندي يا شباب العنصر زد الكتلة بتاعته هنا 1.4 جرام. العنصر يا جماعة التاني عنصر اكس الكتلة بتاعته 4 جرام. أكيد يا شباب مديني معطى الكتل المولية. العنصر اكس كتلته المولية بتساوي 16، العنصر زد الكتلة المولية ب 14. طبعا يا شباب احنا قلنا قبل كده لما بقسم كتلة المادة على الكتلة المولية يبقى أنا رايح أحسب عدد المولات. طيب نبدأ يا جماعة نشوف او نحسب مع بعض كده عدد المولات باستخدام اللي هي الحاسبه بتاعتنا. طبعا هنا 4 على 16 يبقى الناتج بتاعي هنا 25 من 100 التمييز يا شباب مول. نبدا نقسم 1.4 على 14 يبقى هنا الناتج او عدد المولات 1/10 مول. طبعا يا شباب 1/10 اصغر من 25 من 100. هنقسم 1/10 على 1/10 فيها الواحد، هنقسم 25 من 100 على 1/10 هتطلع عندي هنا يا شباب ب2.5. يعني يا جماعة نسبة العنصر زد إلى العنصر إكس 1/2.5. يعني 2.5 دي يا شباب هنشيلها ونحط مكانها الرقم 5/2. 2.5 بنرفع الكسر، هنضرب في 2 وهنضرب في 2 عشان نتخلص هنا عندي من الكسر، يبقى النسبة 2/5. يبقى صيغه المركب ده يا شباب زد عندي هنا 2 والاكس عندي هنا 5. نشوف يا شباب الاجابات بتاعتنا. هنلاقي الاجابه هنا عندنا رقم د زد 2 اكس 5. نروح يا شباب على السؤال رقم 2، ده يعتبر سؤال نظري بحت. مبدئيا يا شباب لما نيجي نراجع كده بسرعه ان احنا قلنا عندنا على الاقل في 3 انواع من الصيغ بنعبر بيهم عن المركبات. الصيغه الاوليه ده ابسط نسبه عدديه. الصيغه الجزيئيه بتعبر عن العدد الفعلي. طب عندي الصيغه البنائيه دي اللي بتوضح الروابط. طب ازاي هقدر اميز مركب عن مركب؟ ما اقدرش اميز بالصيغه الاوليه عشان في تشابه. ما اقدرش اميز بالصيغه الجزيئيه. بعض المركبات طبعا فيها تشابه كبير جدا في الصيغه الجزيئيه وخاصه في المركبات العضويه. الكلام ده هتاخده باستفاضه في ثالثه ثانوي. مين اللي يقدر يوضح او يفرق بين المركبات وبعضها؟ الصيغه البنائيه هي الصيغه الوحيده اللي تقدر توضح الفرق بين المركبات، بتحدد خواص المركب سواء كانت خواص فيزيائيه او خواص كيميائيه. فهنا بيقول لي مركبان مختلفان هما الايثانول او الكحول الايثيلي وثنائي ميثايل ايثير او ايثير ثنائي الميثايل، اللفظين صح. ولهما نفس الصيغه الجزيئيه C2H6O. طيب يبقى المركبين دول متشابهين في الصيغه الجزيئيه لكنهما يختلفان في الخواص. يبقى ما هي الصيغه التي يجب استخدامها للتمييز بينهم؟ طبعا الصيغه الاوليه دي غلط، الصيغه الجزيئيه غلط، الصيغه البنائيه. السؤال يا شباب يعتبر سؤال مباشر. طبعا حضرتك ممكن تاخد الكلام ده وتعمله ملحوظه لنفسك ان انا دلوقتي اقدر اميز المركبات عن بعضها باستخدام الصيغ البنائيه. الصيغه الاوليه ما اقدرش ولا الصيغه الجزيئيه. نروح يا شباب على السؤال رقم 3. إذا كانت الكتلة المولية لمركب ما هي 78 جرام لكل مول وكانت صيغته الأولية هي CH، فما هي الصيغة الجزيئية؟ مبدئيا هنا يا جماعة خدمني في السؤال ومديني الصيغة الأولية، يبقى أنا هنا هبدأ أحسب كتلة الصيغة الأولية CH. السي يا شباب ب 12 زائد الهيدروجين ب1، يبقى الناتج عندي 13 جرام لكل مول. دي يا جماعة الكتلة المولية للصيغة الأولية. أبدأ يا شباب أحسب عدد الوحدات اللي عندي اللي هي بتساوي كتلة الصيغة الجزيئية 78 على كتلة الصيغة الأولية 13. نبدأ يا شباب نقسم 78 على 13 يبقى الناتج عندي يا شباب 6 وحدات. طب أنا دلوقتي عندي الصيغة الأولية CH هضرب في كام؟ هضرب في 6، يبقى الصيغة بتاعتي C6H6 ده مركب عضوي يسمى البنزين العطري. يبقى الإجابة هنا يا شباب عندنا رقم ج. سؤال رقم 4.
ايا من بيالي صحيح لمركب هيدروكربوني. طبعا احنا اتفقنا قبل كده كلمه مركب هيدروكربوني، هيدرو جايه من لفظ هيدروجين، كربوني جايه من عنصر الكربون، يبقى محتواه عنصرين فقط هما الكربون والهيدروجين. طب المركب الهيدروكربوني ده بيحتوي على 85.6% كربون، 14.4% هيدروجين. ادي يا شباب الكربون وادي الهيدروجين. نسبة الكربون بكام؟ 85.6، هنشيل في المية وهنحط مكانها جرام. نسبة الهيدروجين 14.4، برضه هشيل في المية واحط جرام. الكتلة المولية للكربون ب 12، هقسم عليها. الكتلة المولية للهيدروجين بواحد. طبعا 14.4 على واحد في 14.4، التمييز اصبح مول عشان بقسم كتلة على كتلة. نبدأ يا شباب نقسم 85.6 على 12 هتساوي هنا 7.13 مول تقريبا. النسبة بينهم لما نقسم النسبة هتطلع 1:2. يبقى الصيغة الأولية بتاعتي يا شباب CH2. تعالى كده نشوف الاختيارات. الصيغة الأولية هي CH، طبعا إجابة غلط. الصيغة الأولية CH2 ماشي، دي معانا مؤقتا. الصيغة الأولية CH4 دي إجابة غلط، يبقى هنا استبعدت عندي ألف واستبعدت عندي جيم. الصيغة الأولية CH2 تمام، كده معايا إجابتين ب ود. تعالى بقى نشوف باقي الإجابات. الصيغة الجزيئية C3H8. طب أنا دلوقتي يا شباب لو الصيغة الأولية CH2 عشان تبقى C3 يبقى ضربت السي ب3، يبقى الهيدروجين هيبقى بكام؟ ب6. 2 في 3 ب6. طب يا ترى ينفع C3H8؟ لا غلط، يبقى الإجابة ب غلط، يبقى الإجابة الصح رقم د. تعال نتأكد. الصيغة بتاعتي CH2 تمام. طيب الصيغة الجزيئية C4H8. طب هنا يا شباب لو ضربت عدد ذرات الكربون ضربته هنا في 4 عشان تبقى الصيغة C4، يبقى هضرب الهيدروجين في 4 يبقى 8. تمام، يبقى الإجابة الصح هنا عندنا رقم د. نروح يا شباب للسؤال رقم 5. إذا علمت أن الصيغة الأولية لأحد الكربوهيدرات، فرق بين كلمة مركب كربوهيدرات ومركب هيدروكربوني. الكربوهيدرات هي مركبات تحتوي على الكربون والهيدروجين والأكسجين. تمام؟ طبعا هتاخدها إن شاء الله برضو في العضوية في ثالثة ثانوي إن شاء الله. الصيغة الأولية للمركب ده CH2O. تعالى قبل ما نعمل أي حاجة نحسب كتلة الصيغة الأولية CH2O. السي يا شباب ب 12، الهيدروجين بواحد في 2 ب2، الأكسجين عندي هنا ب16، يبقى الناتج عندي 30 جرام لكل مول. دي يا شباب الصيغة الأولية بتاعتي. أي مما يلي من الممكن أن يعبر عن الكتلة المولية للمركب، يعني عايز كتلة المركب بعد حساب الصيغة الجزيئية. طبعا يا شباب ال 30 دي مستبعدة عشان دي مش كتلة جزيئية، دي كتلة بتاعت الصيغة الأولية. طب ال 15 ازاي المركب كتلته أقل من كتلة الصيغة الأولية؟ دي برضو غلط. عندي احتمال هشتغل عليهم 180 و90 190. لو قسمنا يا شباب 180 على ال 30 ولو قسمنا ال 190 على ال 30 هنشوف هنا انا كده بطلع عدد الوحدات، كتلة الصيغة الجزيئية على كتلة الصيغة الأولية. طيب 180 على 30 يبقى يا شباب الإجابة هنا عندي 6 وحدات. طب لو قسمنا 190 على 30 هتبقى الإجابة عندي هنا 6 وحدات 33 من 100. مفيش عندي يا جماعة عدد وحدات كسر، لازم عدد الوحدات بتاعتي يكون عدد ايه؟ صحيح او رقم صحيح. تبقى الإجابة عندي هنا يا شباب رقم ب 180. ده يا شباب كان السؤال رقم 5. نروح دلوقتي بقى يا شباب مع بعض للسؤال رقم 6. في رقم 6 يا شباب بيقول لي مركب هيدروكربوني النسبة المئوية الكتلية للكربون بتساوي 85,774 من 1000%. فإن الصيغة الجزيئية له هي، طبعا مديني هنا 4 اختيارات. علما بأن الكتلة المولية للمركب 56 جرام على المول. طبعا يا شباب لو في طالب مخه شغال شوية هيقول لي طيب أنا مش هشتغل المسألة خالص، ما أنت مديني الكتلة المولية ب 56 جرام على المول. طيب هحسب الكتل المولية لل4 اختيارات
اللي هتطلع معايا ب 56 دي الاجابه. مش هقعد اضيع دقيقه ودقيقتين او 3 دقايق في حل المساله. هقول تفكيرك ممتاز، بس احنا دلوقتي بنشوف خطوات منهجنا هتمشي ازاي في حل المسائل دي. لو جينا دلوقتي يا شباب بصينا نسبه الكربون بتساوي 85 747 من 1000، هنشيل في المية ونحط جرام. طيب والهيدروجين بتساوي كام؟ طبعا باقي ال 100%، يبقى انا يا شباب هنقص 100 ناقص 85 774 من 1000. الهيدروجين يا شباب ب 14 253 من 1000 جرام. طبعا زي ما احنا متعودين هقسم على 12 اللي هي الكتله الموليه للعنصر عشان اجيب عدد المولات. هقسم على 1. نقسم دلوقتي يا شباب، طبعا ده الرقم ده على الواحد فيها 14 253 من 1000، بس اصبح التمييز بتاعي مول. نقسم بقى 85 747 من 1000 على 12، الكتله الموليه للكربون بتساوي 7 و14 من 100، التمييز هنا مول. مين الاصغر؟ 7 و14 من 100. هنختصر على نفسه فيها الواحد، 14 على 7 فيها الاثنين، يبقى الصيغه الاوليه لهذا المركب هي كام يا شباب؟ CH2. طيب تمام، عايز بقى اجيب كتله الصيغه الاوليه. السي عندي ب 12 و2 في 1 ب 2، يبقى كتله الصيغه الاوليه بكام؟ 14 جرام لكل واحد مول. يبقى دلوقتي الدور ان احنا نحسب عدد الوحدات بتساوي كتله الصيغه الجزيئيه او الكتله الموليه ب 56 على 14، يبقى 56 على 14، يبقى الناتج يا شباب 4 وحدات. يبقى انا هجيب الصيغه الاوليه CH2 واضربها عندي في 4، يبقى C4 والاتش عندي ب 8، يبقى الصيغه بتاعت المركب C4H8. تعال نتاكد بسرعه، 4 في 12 عندي ب 48، وعندي 8 في 1 ب 8، يبقى الاجمالي 56. كده انا حلي مظبوط 100%. بس يا شباب الاختيارات مفيش ولا ناتج C4H8، فهنعدل الاجابه رقم ب وتكون معانا الاجابه ان شاء الله رقم ب. طيب نروح على السؤال رقم 7. تفاعل 7 جرام من فلز اكس تماما مع 67 من 100 جرام من غاز النيتروجين عشان يتكون مركب صيغته الكيميائيه. يبقى دلوقتي يا شباب بتعامل مع عنصرين، عنصر اكس وعنصر النيتروجين. الاكس عندي اتفاعل منه 7 جرام، عنصر النيتروجين 67 من 100 جرام. نقسم النيتروجين على 14 عشان نجيب عدد المولات، نقسم الاكس على 7 عشان نجيب عدد المولات. 7 على 7 هنا فيها الواحد، نقسم الرقم اللي عندنا 4 67 على 14 هتساوي 33 من 100 تقريبا. طبعا مول، ده الرقم الاصغر اقسمه على نفسه فيها الواحد، اقسم 1 على الرقم ده تقريبا فيها الثلاثه، يبقى صيغه المركب بتاعنا X3N. تمام، يبقى عندي الاجابه هنا ان شاء الله رقم ب. سؤال رقم 8. اثبتت التحاليل الكيميائيه ان حمض الاسيتيك او الخل بيتكون من النسب الكتليه المئويه 40% كربون، 67 من 100% هيدروجين، 53 و33 من 100% اكسجين. اذا كانت الكتله الموليه الجزيئيه لحمض الاسيتيك او الخل ب 60 جرام فان الصيغه الجزيئيه. برضو يا شباب هو اللي حاطط السؤال يعني ما اعتقد انه ما يقصدش، بس هو كده كانه بيسخر من الطالب والمدرس. انا دلوقتي حضرتك لو في اي طالب دخل على اي موقع يشوف رمز حمض الاسيتيك هيلاقي ان رمز حمض الاسيتيك CH3COOH كصيغه اوليه. هبدا اختصر بس بعد ما اجيب الصيغه الجزيئيه، يبقى هنا C2H4O2. هو هنا اساسا مش عايز كمان الصيغه الاوليه، هو عايز الصيغه الجزيئيه، يبقى C2H4O2. فالقصه مش محتاجه اي حسابات، لان برضه ممكن من غير ما اجيب الرمز انا هعوض عن ال 60 جرام في الاربع كتل اللي عندي. طبعا يا جماعه هتطلع معايا رقم ج. تمام، بس احنا دلوقتي هنحاول نحسبها بالمنهج بتاعنا. تمام، احنا بنتدرب ازاي نشتغل حسابات صيغه كيميائيه. انا عندي دلوقتي 3 عناصر، كربون وهيدروجين واكسجين.
نسبة الكربون يا شباب 40%، هخليها 40 جرام. نسبة الهيدروجين 67%، برضه هنشيل في 100 ونخليها جرام. الأكسجين نسبته 33%. طبعا هقسم ده على 16، هقسم ده على 1، هقسم ده على 12. بسرعة كده 40 على 12 هتساوي 33%. طبعا التمييز مول. طبعا دي برضو 67% برضو التمييز مول. نقسم 53 علامة 3 على 16 يبقى برضو يا شباب 33% مول. هنختصر على أصغر رقم فيها الواحد، الرقم ده على 33 فيها الاثنين، دي فيها الواحد، يبقى الصيغة بتاعتي CH2O. طبعا احنا حسبنا صيغة يا شباب أولية، نجيب الكتلة المولية بتاعتها. السي ب 12، 2 في 1 ب 2، يبقى عندي هنا الكربون ب 12، الهيدروجين ب 2، أكسجين ب 16، هيبقى الناتج عندي 30 جرام لكل مول. عدد الوحدات هقسم 60 على 30. كتلة الصيغة الجزيئية 60 على الأولية 30، يبقى أنا عندي كام وحدة؟ 2 وحدة. أضرب 2 في CH2O يبقى C2H4O2 زي ما قلنا، تبقى الإجابة عندنا رقم ج. طيب سؤال رقم 9. في سؤال رقم 9 عند اتحاد 3/10 مول من العنصر X مع 2/10 مول من العنصر Y. طيب يبقى أنا عندي هنا X وعندي Y. كم مول من الإكس يا شباب؟ بيساوي 3/10 مول. كم مول من الواي؟ بيساوي 2/10 مول. هنجيب النسبة، بس عندنا طريقة كويسة شوية أحسن من الآلة الحاسبة. هنا 3/10، هنا 2/10، نضرب في 10 عشان نتخلص من المقام. طبعا دي هتروح مع دي وتروح مع دي، يبقى النسبة 2/3. يبقى صيغة المركب X3Y2. X3Y2 يا شباب الإجابة رقم د. سؤال مباشر وبسيط. رقم 10 عايز يعرف عدد وحدات الصيغة الأولية في الجلوكوز C6H12O6. طبعا يا شباب قلنا قبل كده أنا عندي C6H12O6. أصغر رقم عندنا 6. طب عايزين نختصر، هنقسم على الستة فيها الواحد، 12 على الستة فيها الاثنين، 6 على الستة برضه هنا فيها الواحد. طيب تمام، يبقى انا اختصرت، قسمت على كام؟ على 6. يبقى عدد وحداتي جوه المركب كام يا جماعه؟ 6 وحدات. ده يا جماعه السؤال رقم 10، ودي كانت نهايه الاداء المنزلي للاسبوع رقم 3. هروح بقى مع بعض دلوقتي نحل التقييم الاسبوعي او الاختبار الاسبوعي كيمياء 2026. دلوقتي بقى يا شباب هنحل مع بعض التقييم الاسبوعي الاسبوع رقم 3 والاسبوع الثالث. اول سؤال يا شباب بيقول لي ايه؟ صنف الصيغ الكيميائية التالية لحمض الأسيتيك. طبعا يا جماعة اسمه الثاني حمض الخليج اللي هو الخل، إلى صيغة بنائية وجزيئية وأولية. طيب الصيغة رقم 1 C2H4O2. الصيغة دي يا شباب لما أجي أفكر فيها، يا ترى هي أبسط نسبة عددية بين العناصر ولا دي صيغة يمكن اختصارها؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. أنا عندي هنا C2H4O2 يبقى ممكن أختصر على الاثنين، يبقى الصيغة دي يا شباب هي صيغة جزيئية. طب لو بصيت على رقم 2 CH2O، لا دي صيغة بتعبر عن أبسط نسبة عددية بين العناصر، يبقى رقم 2 دي يا شباب هي صيغة أولية. طيب رقم 3 واضح كده إن أنا رسمت المركب ووضحت نوع الروابط اللي بين العناصر، يبقى الصيغة دي يا شباب هي الصيغة البنائية. لأن يا شباب بدأ يسألنا مين أفضل، مين اللي يقدر يميز المركبات عن بعضها، مين اللي بيوضح خواص المركب، يا ترى الجزيئية ولا الأولية ولا البنائية؟ لا يا جماعة، الصيغة دائما البنائية هي اللي بتميز المركبات عن بعضها. الصيغة البنائية هي دائما اللي بتوضح لي خواص الفيزيائية للمركب والخواص الكيميائية. طبعا بتوضح حاجات كتير جدا بعد كده هتعرفها تباعا، وفي منها أجزاء إن شاء الله في ثالثة ثانوي. طيب نروح على السؤال اللي بعد كده. إذا علمت أن أو أنه عند الاحتراق التام، ركز بقى كده، لنص مول من هيدروكربون نتج 24 لتر من غاز ثاني أكسيد الكربون عند الار تي بي. طبعا يا جماعة نفتكر الحجم. عند الار تي بي يبقى أنا هعوض عن أي 1 مول
بحجم مقداره 24 لتر و18 جرام من بخار الماء. خد بالك ان انا ما حرقتش مول كامل، ده انا حرقت كام؟ نص مول من المركب. هو عايز الصيغه الاوليه للمركب. طيب تمام. عندنا يا شباب حلين، منهم حل لو انت اتعودت عليه هيفيدك جدا في ثالثه ثانوي، هينفعك في الكيمياء العضويه، وحل تاني يخص المنهج ان انا هجيب كتله العناصر، الكربون جوه ثاني اكسيد الكربون، الهيدروجين جوه بخار الميه، وهستنتج الصيغ عادي خالص، وحلينا عليها امثله كتير قبل كده. تعالى بقى نشوف الحل المختصر اللي ممكن يجيب لي المركب بسرعه. احنا دلوقتي يا شباب بنقول حرقنا كم مول من المركب العضوي او كم مول من الهيدروكربون. انا عندي يا شباب الهيدروكربون انا حرقت منه كام؟ نص مول فقط. طيب نرجع كده للسؤال، انا حرقت نص مول، النواتج بتاعتي كام؟ 24 لتر من ثاني اكسيد الكربون و18 جرام من بخار الميه. طيب يبقى يا جماعه نواتج الهيدروكربون انا طلع عندي هنا ثاني اكسيد الكربون وطلع عندي بخار الميه. طلع من ده كام؟ 24 لتر. من بخار الميه كام؟ 18 جرام. باستخدام النسبه والتناسب دايما هشوف او اقارن عند احتراق 1 مول من الهيدروكربون. هفكرك برضو اللي محتوياته كربون وهيدروجين. الكربون اللي جوه الهيدروكربون هو نفسه الكربون اللي في المركب العضوي او في ثاني اكسيد الكربون. الهيدروجين اللي في الهيدروكربون هو نفسه الهيدروجين اللي في بخار الميه. يبقى انا لو حرقت 1 مول هيطلع من هنا كام يا جماعه؟ 48 لتر. وهيطلع من هنا كام؟ 36 جرام. طبعا النص ده انا 24، يبقى الواحد هيديني 48. النص طلع 18 جرام، يبقى الواحد 36 جرام. نقسم 48 على 24 لتر يبقى طلع عندي 2 مول من ثاني اكسيد الكربون، عشان 48 على 24 فيها الاثنين. لو قسمنا ال 36 على 18 فيها 2 مول من بخار الميه. طب انا دلوقتي برضو هعرف المركب ازاي؟ يبقى المركب بتاعك الواحد مول يحتوي على 2 مول ذره كربون، الواحد مول يحتوي على 4 مول ذره هيدروجين. فانا كده يا شباب استنتجت الصيغه الجزيئيه للمركب. يبقى الصيغه الجزيئيه، بس هو مش عايز صيغه جزيئيه، الصيغه الجزيئيه C2H4. طب هو بيسالني عن الصيغه مين؟ الاوليه، يعني محتاج اجيب ابسط نسبه عدديه هقسم على الاثنين، يبقى الصيغه الاوليه بتاعتنا هي CH2. دي يا جماعه طريقه مختصره اقدر استنتج بيها الصيغه للمركبات، وخاصه المركبات العضويه، لان الهيدروكربون بيحترق بيعطي ثاني اكسيد الكربون بيدينا بخار ميه. الكربون اللي جوه ثاني اكسيد الكربون هو نفسه اللي موجود جوه المركب العضوي. الهيدروجين اللي في بخار الميه هو نفسه اللي موجود في المركب العضوي. طبعا يا جماعه الطريقه الثانيه ان انا هجيب الكتل واحسب الصيغه الكيميائيه عادي جدا، صيغه اوليه وابدا اجيب الصيغه الجزيئيه. السؤال رقم 3، احسب الصيغه الاوليه لاكسيد من اكاسيد النيتروجين تحتوي عينه منه كتلتها 15,369 من 1000 على 4,68 من 100 جرام من النيتروجين. طبعا يا جماعه بيقول لي احد اكاسيد النيتروجين، يعني عنده عنصرين نيتروجين واكسجين. طيب كتله النيتروجين بكام؟ 4,68 من 100 جرام. يبقى باقي الكتله كلها هي كتله الاكسجين. نبدا يا جماعه نحسبها كده مع بعض بالاله الحاسبه بتاعتنا. يبقى انا عندي هنا 15,369 من 1000 ناقص النيتروجين 4,68 من 100، يبقى الاكسجين يا شباب ب 10 جرام 689 من 1000. عندي كتل العناصر، تعالى بقى نشوف كده الكتل الموليه ونبدا نستنتج عدد المولات ونستنتج الصيغه مع بعض. يبقى انا عندي هنا العنصرين بتوعنا يا جماعه نيتروجين واكسجين. كتله الاكسجين 10 علامه 689 من 1000 جرام. النيتروجين باربعه 68 من 100 جرام. هنقسم على 14 الكتله الموليه للنيتروجين، هنقسم على 16
ونبدا نجيب عدد المولات. الرقم ده على 16 هيساوي 66% تقريبا مول. هنقسم الرقم ده 4 68 على 14 تقريبا يا جماعه 33% مول. الاصغر 33% نقسمه على نفسه فيها الواحد، 66% على الرقم ده يبقى فيها الاثنين. يبقى انا عندي المركب بيحتوي على ان واحده، بيحتوي على 2 او، يبقى صيغه ثاني اكسيد النيتروجين او اكسيد النيتروجين اللي بيسالنا عنه هو المركب NO2. يبقى ده يا جماعه اجابه السؤال اللي بعده. يحتوي مركب ايوني على 29.8% صوديوم، 40.56% كبريت، 30.36% اكسجين. يبقى انا عندي اكسجين وعندي كبريت وعندي صوديوم. المطلوب مني ما هي صيغه الانيون؟ مين يا جماعه الانيون؟ اللي هو الايون السالب اللي موجود جوه المركب المحتوى على الكبريت في المركب مع ايضاح عدد الشحنات الكهربيه التي يحملها الانيون. طيب نبدا يا جماعه نجيب دلوقتي شريحه كده فاضيه مع بعض ونبدا نشوف. انا بتعامل مع 3 عناصر: عنصر الصوديوم، عنصر الكبريت، عنصر الاكسجين. طبعا عندنا التدرج اللي بنحل بيه. اول حاجه عندنا الكتله للماده، رقم 2 الكتله الموليه، رقم 3 انا بستنتج عدد المولات، رقم 4 النسبه بتاعت المولات، رقم 5 هبدا استنتج الصيغه بتاعتي. نشوف كده النسب عشان ما ننقلش ارقام غلط. انا عندي هنا الصوديوم الصوديوم يا شباب ب 29.8% صوديوم. يبقى الصوديوم عندي ب 29.8%، التمييز هيبقى جرام. طيب نروح على الكبريت ب 40.56%. الكبريت يا شباب ب 40.56% جرام. طيب الاكسجين ب 30.36%. الاكسجين يا شباب ب 30.36%. طبعا هنا جرام وهنا جرام. تمام. نقسم هنا يا شباب على 23 الكتله الموليه للصوديوم، طبعا هتبقى معطى. هنقسم هنا يا شباب على 32 برضه معطى. هنقسم هنا على ال 16. نبدا نشوف عدد المولات. الصوديوم 29.8% على 23 يبقى هتساوي 1 علامه 264 من 1000. اوعى تنسى التمييز هنا مول. هنقسم 40 علامه 56 على 32 هتساوي 1 علامه 2 6 تقريبا 7. التمييز برضو هنا مول. نبدا نشوف الاكسجين 30 36% على 16 هتساوي 1 علامة 8 9 7 5 مول. أصغر رقم عندنا اهو يا شباب هنقسمه على نفسه فيها الواحد. نقسم الرقم ده على الرقم ده برضو تقريبا هيبقى فيها الواحد، هو تعتبر نفس الرقم. هنقسم 1 علامة 8 9 7 5 على 1 علامة 2 6 4 تقريبا 1.5. ال1.5 ده يا شباب هنرفع الكسر بتاعنا وهنعمل الرقم ده ب3 على 2 وهنضرب في 2 عشان نتخلص من المقام. هنضرب في 2 هنضرب في 2 يبقى هنا 2 إلى 2 طبعا دي تروح مع دي إلى 3. يبقى صيغة المركب هو Na2 الS2 وهنا يا جماعة O3. المركب ده يسمى ثيوكبريتات الصوديوم. مين يا جماعة الكاتيون ومين الأنيون؟ طبعا الكاتيون بتاعنا صوديوم موجب 1 في 2 يبقى موجب 2، يبقى المجموعة دي كلها بسالب 2. يبقى صيغة الأنيون إيه يا شباب؟ S2O3 سالب 2. يبقى صيغة الأنيون اللي هو محتاجه عندي هو S2O3 سالب 2. الشحنات بتاعتي يا جماعة هي ثنائي سالب، لأن أنا عندي هنا أنيون
فالشحنه بتاعته شحنه سالبه. نروح بعد كده للسؤال رقم 2. حمض الفسالك من الاحماض العضويه التي تدخل في كثير من الصناعات لانتاج البلاستيك، فيها زي صناعه الاصباغ والعطور. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح الصيغه الكيميائيه لهذا الحمض. بيقول لي حدد نوع الصيغه الكيميائيه الموضحه بالشكل. المنظر اللي قدامنا ده يا شباب بيدل ان انا مدي لحضرتك صيغه بنائيه، وضحت نوع العناصر، وضحت الروابط اللي بين العناصر. طيب السؤال رقم ب محتاج ايه؟ بيقول لي اكتب الصيغه الكيميائيه الاخرى او الصيغ الاخرى المحتمله للحمض في ضوء ما درسته. انا دلوقتي مديك البنائيه، يبقى انت هتستنتج الصيغه الجزيئيه وهتستنتج الصيغه الاوليه. تعال نجيب الجزيئيه. عدد الكربونات عد على ميلك خالص: 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى انا عندي هنا يا شباب 8 كربون. اروح احدد الهيدروجين. عدد ذرات الهيدروجين ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5 6. يبقى انا عندي هنا يا شباب 6 هيدروجين. الاكسجين ادي 2 وادي كمان 2، يبقى انا عندي 4 اكسجين. طب انا محتاج اجيب الاوليه. هقسم يا جماعه على الاثنين، يبقى هنا سي 4، الاتش عندي ب3، الاو عندي ب2. يبقى انا هنا يا شباب استنتجت له الصيغه الاوليه واستنتجت ايضا الصيغه الجزيئيه. ده يا جماعه كان سؤال رقم 2 في الاداء الاسبوعي. هروح دلوقتي يا شباب لسؤال رقم 3. ما هي الصيغه الاوليه والصيغه الجزيئيه لمركب هيدروكربوني، يعني مركب فيه كربون وهيدروجين، به كتله الكربون 3 أضعاف كتله الهيدروجين؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي هفترض مثلا ان عندي الكربون والهيدروجين، كتله الكربون قد الهيدروجين كم مره؟ 3 مرات. فهفترض ان الهيدروجين ده ب1 جرام، يبقى الكربون قصاده بكام يا شباب؟ 3 جرام. طب الكتله الموليه للكربون ب12، الكتله الموليه للهيدروجين ب1، يبقى عدد مولات الهيدروجين عندي 1، عدد مولات الكربون 3 على 12 يبقى فيها الربع اللي هو 25 من 100. 3 على 12 بتساوي يا شباب 25 من 100. طبعا التمييز هنا مول والتمييز هنا مول. عايز اعمل نسبه، طبعا ده الصغير. 25 من 100 على نفسها، يبقى الكربون عندي هنا ب1. 1 على 25 من 100 يبقى الهيدروجين عندي هنا ب4. يبقى صيغه المركب CH4. دي يا جماعه اجابه السؤال، لان هو بيقول لي هنا ما هي الصيغه الاوليه والصيغه الجزيئيه. هنا يا شباب الصيغه الجزيئيه للمركب بتاعي هي نفسها الصيغه الاوليه، لان انا عندي هنا ابسط نسبه تتواجد عليها العناصر. نروح يا جماعه للسؤال اللي بعد كده رقم 3. احسب الصيغه الاوليه لاكسيد الحديد. طبعا يا جماعه اكسيد الحديد يبقى انا بتعامل هنا مع عنصرين، حديد واكسجين، الذي يحتوي على 77 78 من 100% حديد بالكتله. يبقى انا دلوقتي بتكلم عن نسبه كتليه. يبقى باقي النسبه كام؟ هي الاكسجين. يبقى هنطرح 100 ناقص 77 و78 من 100، يبقى الاكسجين يا جماعه ب 22 و22 من 100. نبدا يا جماعه كده نحلها. انا عندي الحديد Fe، الاكسجين O، نسبه الحديد هي 77 78، الاكسجين 22 من 100. هنقسم يا جماعه على الكتله الموليه للحديد. الحديد بكام؟ ب 56. الاكسجين بكام يا شباب؟ ب 16. تعال نجيب عدد المولات. الاكسجين 22 من 100 على 16 يبقى هتساوي 1 علامه 3 8 8. طبعا التمييز هنا مول. على الاقل خد 3 ارقام. هات هنا عدد مولات الحديد بتساوي 77 78 من 100 على 56، يبقى 1 علامه 3 8 8 برضه مول. الرقمين يا جماعه هم نقسم عليهم يبقى النسبه 1 ل1. يبقى صيغه الاكسيد بتاعنا هي FeO، 1 حديد قصاد 1 اكسجين. السؤال اللي بعد كده رقم 2. مركب عضوي يحتوي على 24 من 100% كربون
ويحتوي على 4.4 أو 40% هيدروجين و71 78% كلور. فبيقول لي استنتج او احسب الصيغه الجزيئيه للمركب علما بان كتلته الموليه بكام؟ ب 99. نبدا يا جماعه كده، محتاجه مننا مساحه، نجيب كده مكان فاضي نبدا نحل فيه. انا بتعامل هنا مع 3 عناصر، هو الكربون والهيدروجين والكلور. تعالى كده نشوف النسب. نسبة الكربون 24 والهيدروجين 4.4، يبقى الكربون 24 ودي النسبة 4.4. طبعا بنشيل في المية ونحط جرام، هنشيل في المية ونحط هنا جرام. نشوف بقى يا شباب نسبة الكلور معانا 71 نسبة الكلور 71 هنا طبعا هنقسم على الكتلة المولية 35.5، وهنا هنقسم على الكتلة المولية 1، وهنا هنقسم على الكتلة المولية 12. طبعا أنا كل هدفي إن أنا أحسب عدد مين؟ المولات. القصة بقت متكررة. يبقى 24 على 12، يبقى هتساوي 2.2 تقريبا 2. هنا طبعا 4.4، هنا يا جماعة 2.2، هنا هتبقى 4.4 برضو، هنا التمييز مول. نقسم 71 و78 على 35.5، يبقى تقريبا برضو هنا 2.2 مول. واضح كده ان اصغر رقم 2.2 يبقى فيها الواحد، 4.4 على 2.2 تقريبا فيها الاثنين، 2.2 على نفسه فيها الواحد. يبقى صيغه المركب يا جماعه CH2Cl. يبقى انا كده حسبت صيغه جزيئيه؟ لا، ده انت كده جبت صيغه ايه؟ اوليه. تعال نحسب الكتله الموليه بتاعتها. السي بتاعتنا ب 12، عندي 2 هيدروجين ب 2، عندي الكلور ب 35.5، يبقى كتله الصيغه الاوليه بكام؟ 49.5 جرام. بس هنا في المساله يا شباب بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الكتله الموليه للمركب بكام؟ 99. يبقى انا هنا هجيب عدد الوحدات. يبقى هنا يا شباب لما نيجي نحسب عدد الوحدات هيساوي كتلة الصيغة الأولية 99 على الصيغة دي الجزيئية على الصيغة الأولية 49.5، يبقى 99 على 49.5، يبقى الناتج يا شباب وحدتين. طبعا عند الصيغة الأولية CH2Cl هضرب في 2، يبقى الصيغة الجزيئية C2H4Cl2. يبقى يا جماعة إجابة السؤال إن الصيغة بتاعتي C2H4Cl2 دي الصيغة الجزيئية للمركب العضوي اللي هو عايز نحسبه. نروح على السؤال اللي بعد كده رقم 3. ما هي الصيغة الجزيئية للهيدرازين إذا علمت أن الصيغة الأولية له هي NH2؟ بسرعة كده تعال نحسب الكتلة المولية. ال N عندي ب 14 وعندي 2 في 1 ب 2، يبقى أنا هنا بتكلم عن 16 جرام على المول كتلة مولية للصيغة الأولية. تمام؟ والكتلة المولية للمركب كله بكام؟ ب 32. يبقى أنا هنا يا شباب هحسب عدد الوحدات هيساوي 32 كتلة مولية للمركب على 16 كتلة الصيغة الأولية، يبقى أنا عندي كام وحدة؟ وحدتين. طب الصيغة الأولية هي NH2، هنضرب في عدد الوحدات 2، يبقى صيغة الهيدرازين N2H4. لو عايز تتأكد 2 في 14 ب 28، 28 و4 يبقى 32 اللي هي كتلة الصيغة الجزيئية. يبقى السؤال بتاعنا كده اتأكدت إن إجابته مظبوطة. بعد كده يا جماعة السؤال رقم 4، إذا علمت أن الصيغة C4H10 يمكن أن تمثل مركبين مختلفين، البيوتان والأيزوبيوتان. سيبك من الأسامي دي، هي كيمياء عضوية عندك في ثالثة. المهم أنا بتعامل مع صيغة. الصيغة اللي قدامنا دي يا شباب هي صيغة إيه؟ هي صيغة جزيئية مش أولية، عشان دي مش أبسط نسبة تتواجد عليها العناصر، وما تنفعش تبقى صيغة بنائية عشان أنا ما وضحتش روابط المركب. ما نوع الصيغة الكيميائية التي يمكن أن تميز بين هذين المركبين؟ قلنا يا جماعة قاعدة مهمة، اللي هيميز بين أي نوع من المركبات هي الصيغة البنائية. تبقى الإجابة هنا رقم ج. السؤال رقم 2،
أي من هذه المركبات التالية تكون صيغته الأولية مطابقة لصيغته الجزيئية؟ يبقى أنا محتاج صيغة لما أحب أعمل لها اختصار ما أقدرش. زي مين مثلا؟ لما كنا بناخد مثال ونقول مركب ال NO يا جماعة دي صيغة أولية وهي نفسها الصيغة الجزيئية. طب تعالى كده نشوف البنزين C6H6 أقدر أختصره هقسم على الستة تبقى الصيغة الأولية CH. يبقى الصيغة الأولية مش نفسها الجزيئية، يبقى دي إجابة غلط. الفورمالدهيد عندي هنا سي، عندي هنا 2 اتش، عندي واحده او، دي ابسط نسبه. يبقى الصيغه الجزيئيه للفورمالدهيد هي نفسها الصيغه الاوليه، تبقى الاجابه عندنا رقم ده. طبعا الاسيتيلين C2H2 اقدر اختصر على الاثنين، يبقى هنا الصيغه الاوليه CH، يبقى الاوليه تختلف عن الجزيئيه. حمض الاوكزاليك C2H2O4 هختصر على الاثنين، يبقى CHO2، يبقى الصيغه الاوليه تختلف عن الصيغه الجزيئيه، تبقى هنا زي ما قلنا الاجابه رقم ده. هنشوف بقى يا جماعه مع بعض السؤال رقم 3. بيقول لي هنا اثبتت التحاليل الكيميائيه ان مركب كيميائي يتكون من عنصر A بنسبه 40% والعنصر B بنسبه 12% فإن الصيغه الجزيئيه للمركب. طبعا يا جماعه هنا عندنا من الاختيارات هنعرف انه بيتعامل مع 3 عناصر. حتى لو ما عنديش اختيارات ما ينفعش اجمع 40% و12% تبقى دي نسبه المركب، لا، نسب مجموع او مجموع نسب العناصر لازم تساوي 100%. فانا عندي هنا 3 عناصر بتعامل معاهم، العنصر A والعنصر B والعنصر C. نسبه الايه كام يا جماعه؟ نسبه الايه 40%، هشيل في المية واحط جرام. والبي كام يا شباب؟ 12%، هشيلها واحط جرام. يبقى السي باقي ال 100%. يبقى انا هطرح هنا 100 ناقص 40 زائد 12، يبقى هنا 48. بدل في المية برضه اخليها جرام. هنقسم هنا على الكتله الموليه 40، هنقسم على الكتله الموليه اللي هي 12، هنقسم على الكتله الموليه اللي هي 16 اللي هي كتله السي. 40 على 40 فيها الواحد، 12 على 12 فيها الواحد، 48 على 16 بتساوي هنا 3. يبقى صيغه المركب يا شباب عندي واحده A، عندي واحده B، عندي 3 C. يبقى صيغه المركب هي ABC3. تبقى الاجابه هنا عندنا رقم أ. كده يا شباب احنا انتهينا من حل الاداء المنزلي والتقييم الاسبوعي الاسبوع الثالث. اتمنى تكونوا استفدتوا معانا ان شاء الله. انتظرونا في مراجعات مهمه جدا في باقي المنهج مع متابعه مستمره معاكم ان شاء الله باكبر كميه من الحل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.